الشيء السودانية من أشهر وأشهى الأكلات في السودان، وبتتاكل بالذات في الأعياد وكمان أعياد الأقباط. أنا هنا عندي الضلع وفيه شوية من الريش مقطع أحجام صغيرة، بحصر عليه ليمونة وملعقة كبيرة من خل التفاح، وبفركهم بخليهم في المصفى لحد ما ينزلوا كل السوائل. في الصاج بخد ملعقة كبيرة من السمنة المستكة، ما تنسى عود القرفة، الخلنجان، اللومي، وكمان ورق الغار. وهنا عندي أهم حاجة، زمان كانت بتتعمل بضنب الخروف يعني قلية، بس أنا عندي شوية شحمات من ضلع الخروف معاها بصلة، وبحمسهم لحد ما اللون يكون اللون الذهبي. وأهم حاجة إنه أنا أضم اللحمة دي في السمنة والدهن النزل من شحم الخروف. لكن لو كان عندكم اللي هو ضمب الخروف، يا سلام، بتطلع رهيبة وخطيرة في نفس الوقت. بقلب اللحمة لحد ما لونها يتغير، وشايفين ما بضيف أي موية، نزلت الموية بتاعتها بغطيها وبهدي النار. وتعالوا أحكي لكم، إحنا في السودان كانت جارتنا اليونانية علمتنا المقبل ده اسمه تايرو كفتيري. بتجيب الجبنة البيضاء، الفتا تشيز، والفلفل الأحمر، وتحط طبعا لازم في الطاجن اليوناني تقطع معاه طماطم، وأنا قطعت الطماطم الكرزي، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الأوريغانو، ولازم ملعقة ونص كبيرة من زيت الزيتون اليوناني. بتدخله فرن، أنا دخلته في الإير فاير حقت ديورونيك عشان ما أفتح. بصراحة البوتاغاز بتاعي بايظ، لكن الإير فاير أنجدني. شايفينها كيف كده؟ يعني بتحطها في الخلاطة هي وسخنة، وتحصر عليها نص عصير الليمون أو نص ليمونة. يا سلام، من أحلى المقبلات صدقوني اللي إحنا طوالي كنا بناكلها في عيد الأقباط مع الشية السودانية. وزمان أمي كانت بتعمل الشية السودانية في الصاج على الكانون والصاج المجدد، لكن إحنا هنا ما بنقدر نعمل الحركة دي. بتطلع المقبل ده التايرو كفتيري كده كريمي وناعم، أما ما عايز أحكي لكم الطعم خيالي، بالذات مع الشيء السودانية. بتكب عليها زيت الزيتون اليوناني وتضرب معاها الشيء السودانية. نرجع باقي للشيء السودانية عشان نشوف حصل فيها شنو. طبعا احنا مهديين النار عشان اللحمة تستوي سوى تمام من غير ما نضيف اي موية. شايفين هنا الموية ابتدت تقل معايا، وانا ما ضفت اي موية، البصل كنت اخدتها كاملة. هنا ابتدى الدهن يطلع، يعني المويه ابتدت تجف برا، فتحت عليها الغطاء وببتدي ببهرها بشرة من جوز الطيب، ودي إضافة من عندي، البهار بنحبه. ملعقة كبيرة من الملح الصخري، ملعقة كبيرة من البابريكا، ملعقة كبيرة من الكزبرة، ونص ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. بغطيها، وهنا ابتدت هي تتجكجك كده في الدهن بتاعها. شايفين ابتدت تحمر معايا تماما. بشيل الحتة دي من البصل، بخطه في القصير وفي الصحن الفخار، ما احنا عايزين نديها الدخنة او الدخان بتاع الشية. وبخط الفحمة المولعاها وعليها شوية من الدهن الطلع من اللحمة دي، وتغطي عليها، وكده انتهت معايا لحمة الشية السودانية. شايفين كيف هي لازم يكون فيها دهن يا جماعة عشان انت بتغمس كده بالعيشة. نهائيا بختمها بعصير نص ليمونة. يا سلام، بتطلعها أحلى شيء، مش بس سودانية، سودانية مكسرة الدنيا. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوا تطلعوها اكسبلور، عشان دي ما أي وصفة، دي وصفة سودانية مميزة. ويصل الفيديو ده ل10 مليون. وما تنسوا تكتبوا لي في التعليقات عجبتكم الوصفة ولا لا، لحد ما نقرر نقول شنو على الصفحة دي أو نسميها شنو الصفحة دي. شايفين اللحمة كيف طريقة بتغمزها بالمقبل اللي هو تايرو كفتيري اليوناني، وهو جمعنا السوداني مع اليوناني يا أخواننا. الله.